أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم على قناة ألترناتيف لايف. في هذا الفيديو سوف نطرح ملف كريستيانو رونالدو وسلسلة فنادقه بيستانا، وهو ينوي أن يبعث سلسلة إلى المغرب تحديدا. وقبل الدخول في التفاصيل ندعوكم للاشتراك بالقناة ومشاركتنا تعليقاتكم. إذا أعزائي المشاهدين، كما قلت لكم سلسلة فنادق بيستانا تخطط يعني لبناء سلسلة في مراكش، يعني فندق في مراكش سيضم 164 غرفة، وسيكون جاهزا إن شاء الله سنة 2019. هذه الشركة البرتغالية بيستانا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد. وأعلن ذلك مسؤول التطوير والتوسيع بالمجموعة اليوم الأربعاء في لشبونة، إذ أوضح أن أعمال البناء على وشك أن تبدأ. وصرح بأن فكرة فتح فندق بيستانا كريستيانو في مراكش يعتبر النموذج الأكبر من ناحية العصرية وحداثة وشبابا لدى المجموعة الفندقية بيستانا، بالمقارنة بفنادق البوتيك المتواجدة في المدينة المغربية. وبهذا المشروع ستحظى فنادق الدون في حلول 2020 ب5 فنادق حول العالم، منهم 2 بالبرتغال، واحدة في فونشال عاصمة أرخبيل ماديرا مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط برشلونة. ومن المقرر أن يبدأ فندق بيستانا كريستيانو في شارع جرامبيا الشهير في مدريد العمل في عام 2019، وسيضم 164 غرفة. ولاحقا سيتم تدشين آخر في نيويورك يضم 185 غرفة. إذن أعزائي المشاهدين، هذه لمحة صغيرة حول مشروع بيستانا لكريستيانو رونالدو في المغرب. يعني هذا فخر لجميع المغاربة، ونتمنى أن تكون الظروف السياحية ملائمة في المغرب ويكون مواسم سياحية جيدة. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.